عايزه اقولك بقى ان المعلقه دي هتغير حياتك، بجد هتغير حياتك. تعالي يلا على طول هنا، صلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والشير والمتابعه، وكمان تقولي من اي بلد بتشوفيني، وتعالي نشوف المكون اللي هيغير حياتك ده هيكون ايه وعامل ازاي، وهتشوفيه عملي دلوقتي قدامك هنا. مش عايزه ولا كلمه لما تكملي الفيديو للنهايه. في الاول كده بجيب الحنه البيضه دي من اي مكان بيبيع مستحضرات تجميل، تمام، او اي عطار كبير. هتجيبي معلقه، والنوع ده كويس قوي والله العظيم، مش بعمل له اعلان. مبدئيا جيبي معلقه صغيره كده، وتجيبي معلقه كمان من النشا او الكورن فلاور او المايوزينا، وهنحط كمان معلقه من ميه الورد او نص معلقه، ما تكتريش قوي علشان الخليط ما يسيلش معاكي، لان الكميه دي على قد وشك مثلا، فعايزه تكتري كتري. هي حلوه جدا جدا جدا. ممكن تشيلي ميه الورد وتحطي لبن، ممكن تشيلي اللبن وتحطي ميه عاديه. خلاص عملنا بقى الماسك ده، هتشوفوه دلوقتي والله العظيم هيخلي البشرة دي بصي بيضة شمعة كده فلة. 10 درجات، 12 درجة، انا ما ببالغش، انتوا هتشوفوا بعينيكم. بس اذا شفتيها وعجبتك، انا عايزة لايك وعايزة شير للطريقة، لان بجد الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. دي بقى مش بس تفتيح، لا دي كمان بتفتح البشره مع الوقت، مش تفتيح وقتي، لا ده دائم، تمام، لان النشا حلوه قوي والحنه البيضه تحفه تحفه تحفه. هنبتدي بقى نفردها على بشرتنا، وبشرتنا دي نكون غاسلينها ومنضفينها، ونفردها لحد ما تنشف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما هتنشف هنبتدي بقى نفركها زي ما انتوا شايفين كده بحركات دائريه. عايزه اقول لكم بتشد البشره وبتشيل التجاعيد، وانتوا هتشوفوا ايدي دي من ايدي دي دلوقتي لما اروح اشطفها لكم. ده غير ان هي كمان بتعالج علامات التصبغات والبقع اللي بتبقى مطرح الحبوب في البشره. شايفين بقى؟ شايفين؟ بصوا الايد دي من دي، شايفين دي عامله ازاي؟ شايفين؟ بجد تحفه تحفه تحفه. انا بمسح لكم اهو عشان ما حدش يقول لي ايه انت حاطه حاجه فيها، والله جايباها بميتها حتى ما نشفتهاش. بصوا الفرق، فرق كبير. دي ايد ودي ايد تانية. انا طبعا هقفل هنا دلوقتي المسام بتاعت ايدي دي بجل صبار او بمكعب تلج. انا بوريكم الحنة دي يعني نوعها حلو قوي، والله ما بعمل لها اعلان، عشان بس ما تفكروش ان انا بعمل لها اعلان. هجيب بقى حته من جل الصبار، وتحفه جل الصبار يا بنات للبشره وللايد وللرجل، تحفه وللجسم كله، حلو بيدي ترطيب حلو قوي. هعمل بقى طبعا الايد التانية لان شكلها بشع، شايفين؟ هعملها لاني ما قدرتش ابدا ابص لدي وابص لدي كده، لا مش هينفع. انزلوا بقى في الكومنتات تحت وقولوا لي ايه رايكم، وفعلا الوصفه دي تستاهل ان انتوا تعملوا شير ولايك ليها ومشاركات كتير. بصوا ما قدرتش استحمل، انا دايما بجيب لكم الحاجات الجديده. شايفين؟ بجد الطريقه دي تجنن، اعمليها كل يوم مش هيجرى اي حاجه لانها كلها مفيده. النشا حلو قوي قوي، بيستخدموه في مستحضرات التجميل، والحنه البيضاء رائعه. ما تنسوش بقى الشير.